بتنتهك هو حقكم انتوا، حقكم انتوا في المعرفه، حقكم انتوا في انكم تختاروا تشوفوا ايه وما تشوفوش ايه، بدون اي وصايه تتمارس عليكم من اي جهات سياديه او من اي جهات غير سياديه او من اي حد في الدنيا. فانا ده الشيء الحقيقي المزعج والمرعب والخطير بالنسبه لي، انه في وصايه مش بتتمارس علينا احنا. يعني ده جزء من الموضوع طبعا، بس الوصايه الحقيقيه بتتمارس على الناس اللي بتتفرج علينا، على الناس اللي محتاجه تعبر ومحتاجه تعرف، وده حقهم الاصيل. طب لما البرنامج بينتهك ده احنا حقنا ده بينتهك حقهم الاول قبل ما بينتهك حقنا احنا. صحيح. البرنامج ده انتاج اون تي في بالمشاركه مع التلفزيون الالماني بالظبط، ولا انتاج اون تي في وهي بتبيعه للتلفزيون الالماني؟ لا، هو في شراكه من حيث الاصل بقالها يعني سنين ما بين دويتش فيلا وما بين اون تي في، يعني بيذيعوا حاجات مشتركه، وفي يعني في شراكه ما بينهم. ده كان المنتج الجديد للشراكه دي، ففي انتاج مشترك طبعا ما بين المحطتين. تمام. انا فهمت من كلام حضرتك اللي كلمك، انا مش عايز اذكر اسماء عشان ما احطش اي حد في حرج، انما اللي كلمك مدير المحطه. بالظبط. اي اتصال حصل بينك وبين يعني الاستاذ نجيب ساويرس ولا ما حصلش؟ لا اطلاقا. لا ما حصلش، ما حدش اتصل بيكي؟ إطلاقاً. ما حدش اتصل بيكي من اي جهه قال لك خالص. طب لما رجعت انت وبداتي تشتغلي وبداتي تعملي برومات وبتاع، قال اي حد قال ابدا اي تحفظ اي حاجه؟ هل المحطه وهي بتتعاقد معاكي قالت لك تتكلمي في كذا ما تتكلميش في كذا؟ اطلاقا. اطلاقا ما حصلش. لا ما حصلش اطلاقا يعني. وفكره البرنامج كانت معلنه، وعملنا مؤتمر صحفي. ايوه انا شفت كل ده وتابعته طبعا وتم تداول الاخبار يعني وكل المرحله دي عدت بدون اي طيب. يعني لا مضايقات ولا تحيات ولا يعني ولا اي ردود. طيب يا ريم، انت من امبارح بالليل جالك القرار النهائي، جواب اخير ولا بيسموه ايه كده، مش كده جواب اخير كده جورج خلاص جواب نهائي. جواب نهائي. فكرك ايه بقى؟ فكري ايه؟ ما انا مش هعرف اخمن يعني. انا مش يعني كمان احنا دي نقطة تانية يا استاذ محمود، انه صعب قوي انه يبقى اللي بيحصل هو بينا كده وبين بعض، يعني انه في جهات بتاخد قرارات واحنا نقعد بقى نخمن هو يا ترى علشان ايه، هو يا ترى عشان المضمون، ولا يا ترى عشان هي، ولا يا ترى في حاجة اتقالت في السكة يعني اساءت الى حد او تعبت حد ولا زعلت حد ولا جت في الامن القومي غلط. يعني احنا كمان مش دورنا ان احنا نقعد نضرب كده اخماس في اسداس. يعني الجهه اللي خدت القرار هي اللي لازم تجاوب على الاسئله دي. لكن احنا نقعد يعني نخمن، ما اعتقدش انه ده جزء من اللي احنا المفروض نعمله. الجزء اللي احنا لا انا مش بقول لك، انا يا حبيبتي مش بقول لك تخمني، انا بقول لك يعني امبارح جالك الجواب النهائي حسيتي بايه يعني؟ بس ده انا عايز احساسك، مش عايز تخمين ولا حاجه، عايز حسيتي لا احساسي الحقيقه يعني غير اللي انا قلته ده، انه ده مش انا لا انا ولا برنامجي اللي واقع علينا الضرر الحقيقي. لكن انا كمان كان المؤلم بالنسبه لي ان انا بقالي سنتين ما بشتغلش بقراري لاسباب يعني قلتها كتير. لكن طول السنتين دول انا كان عندي تصميم على انه انا مش هشتغل من قناه غير مصريه، وانا قبلت ده لانه في اطار شراكه ما بين محطه مصريه ومحطه اجنبيه، وفي الاخر انا انتمي للمحطه المصريه. وده مش لانه الشغل مع محطات ما هي غير مصريه تعبني او تعيب اي حد بيشتغل في قناه مصريه ما دام غير مصريه، ما دام القنوات دي طبعا مهنيه وبتراعي ضوابط واخلاقيات المهنه زي ما انا قلت. لكن دي كانت رغبه شخصيه، واعتقد انها كانت نابعه من يعني رغبه عاطفيه اكتر منها مهنيه. وكنت سعيدة بأنه أنا قدرت في الآخر ألاقي محطة تاني مصرية تسعني، وأنه أنا يعني حققت رغبتي الشخصية دي. فكانت النتيجة أنه أنا اكتشفت أنه أنا محرومة من أني أشتغل في قنوات مصرية، وده مؤلم بالنسبة لي برضو من الناحية العاطفية ومن الناحية الإنسانية أكتر منها من المهنية. في الآخر أنا بعرف أشتغل الشغلانة دي وهشتغلها، بس ده مؤلم جدا بالنسبه لي ان انا اكتشف في الاخر انه لا انا مش هعرف اشتغل في محطات مصريه لاسباب مش مفهومه بالنسبه لي ومش عارفه اخمنها. انا عايز اقول لك انه انا قريت كتير جدا جدا عشرات الكتب عن امام المتقين سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه،
لكني لاول مره اسمع العباره الشهيره اللي انت قلتيها اول مره، انا ما كنتش سمعتها قبل كده ابدا. لا تستوحشوا مسالك الحق او طريق الحق لقله سالكيه. لا أنا وكأنك يعني لما قلتيها، يعني كأنك لما قلتيها ما كنتيش تعرفي ان انت هتبقي في الطريق دوت، يعني معلش. انا كمان بصي يا استاذ محمود، انا كمان جزء من الموضوع انه فكره البطولات اللي هي ملهاش برضو اساس. يعني انا ما اعرفش انا ماشيه في طريق الحق ولا مش ماشيه في طريق الحق، وطريق الحق ده نسبي جدا، وكل واحد ماشي في طريق ممكن يكون مصدق جدا ان هو ماشي في طريق الحق. انا ماشيه في الطريق اللي انا مصدقه فيه وبيرضي ضميري، ممكن يطلع غلط في الاخر. لا ما هو يا حبيبتي سيدنا علي لما ما قالش الحق في المطلق، الحق اللي انت مقتنعه بيه هو ده الحق بالظبط كده. يعني هو ده الحق، لانه المهم ان الواحد يكون مقتنع، ممكن حتى صحيح يكون باني على غلط، لكنه الحق اللي انت تبقي يعني مكونه بصدق بدون في النهاية هوى. كل شيء قابل للمناقشه. يعني الحق اللي هو ما فيهوش، مش قابل للمنع. يعني فكره المنع في حد ذاتها فكره، يعني منطق انا مش بعرف استوعبه. يعني بشوف فيه تعالي ووصايا على الناس اللي هي الناس لو عايز تمنعني مش هتتفرج عليا، الناس لو عايزه تمنعني هتقول لي في وشي في الشارع اقعدي في بيتكم اسكتي بقى، وفي ناس هتقول لي كملي واحنا معاكي او يعني او هتناقشني في اللي انت بتقوليه ده حلو ووحش صح غلط، ليه رجعتي البرنامج مش زي ما كنتي بتعملي قبل كده، ليه ما انتيش بتتكلمي في السياسه بشكل ده كل ده قابل للمناقشه يا استاذ محمود. لكن اللي مش قابل للمناقشه هو فكره المنع. انتوا بتمنعوا ايه عن مين؟ مين محتاج تقولوا له يعمل ايه وما يعملش ايه؟ فكره التعالي على الناس دي هي اكتر حاجه بالنسبه لي مزعجه. يعني الامر يحتاج الى تفصيص كثير، وانا بشكرك على انك انت يعني قلت لنا بعض التفاصيل، وانا